ازيكم يا أحبابي؟ أنا الجد حكيم، وجيت أحكي لكم النهاردة حكاية فيها عبرة كبيرة عن العند. تعالوا نحكي. في قرية صغيرة كان في ولد اسمه سيف. سيف كان طيب ومحبوب، بس عنده مشكلة كبيرة. كان بيعند في كل حاجة. لو مامته قالت له البس جاكيت علشان الجو برد، كان يقول لا، أنا مش بردان. ولو أبوه قاله ما تلعبش في الشارع بعد المغرب، كان يرد أنا مش صغير وبعرف أتصرف. وفي يوم كان الجو مليان سحب، وكل الناس قالت إن في مطر جاي. مامته قالت له سيف، خد الشمسية وانت رايح للدكان. قال لها بعند لا، مش هاخدها، أنا مش هتبل، وبعدين المطر لسه ما نزلش. وفعلا خرج وماشي وهو رافع راسه ومش سامع كلام حد. وفجأة نزل المطر زي السيل، ومفيش مكان يستخبى فيه. اتبل هدومه كلها ورجع بيرتعش من البرد. ولما دخل البيت قال بصوت واطي أنا آسف يا ماما، كان لازم أسمع كلامك. ضحكت مامته ومسحت له راسه وقالت العند مش دايما صح يا سيف، أوقات بنعند ونخسر، لكن لما نسمع النصيحة بنكسب كتير. مرحبا ومن يا اليوم ده أحبابي، أنا الجد سيف حكيم. أكتر هدوء، بحكي لكم كل وبدأ يوم يسمع حكاية الكلام جديدة مش فيها علشان هو مغامرة صغير، جميلة وحكمة لكن علشان مفيدة. بقى أفهم. يلا نقعد مع بعض ونسمع وسلام يا القصة أحبابي. سوا. في يوم ولحد من القصة الأيام الجاية كان من فيه الجد عصفور حكيم، صغير اسمه افتكروا رورو دايما بيطير في العند الغابة مش قوة، وهو فرحان الحكمة وبيغني هي بأعلى القوة صوته. الحقيقية. وفجأة ولو عجبتكم شاف القصة صندوق يا ذهبي أبطال، جميل اعملوا بيلمع لايك تحت شجرة واشتركوا في كبيرة. القناة قرب علشان رورو تسمعوا وقال في كل نفسه جديد. يا أنا ترى جدكم جواه حكيم إيه؟ يمكن وبحبكم يكون حاجة كلكم.